كل مرة بنحب ناكل فيها الفراخ بنحب ناكلها كده تدينا طعم وريحة وشكل كمان الفراخ المشوية اللي بنشتريها من بره من اكبر المطاعم، وفي نفس الوقت سعرها كتير جدا. تعال نعمل كل انواع الفراخ في البيت بكل سهولة. عملت معاكم كذا طريقة للفراخ، بجد التتبيلة كلها احلى من بعضها. تعال نعمل النهاردة برضو طريقة حلوة جدا للفراخ، هتديكي من فرخة واحدة 8 قطع من الفراخ، ولو حابة تبقى 12 هتديكي برضو العدد اللي انت حباه. وكمان قطعة الفرخة كده دايبة دوب وريحتها كده تجنن. وهنعمل كمان معاها حبة رز بالخضار، بجد تحفة. اول حاجة نقول بسم الله ونبتدي الوصفة مع بعض. علشان نحضر اي كمية فراخ هنبتدي ان احنا نجيب فراخ كده اوزان كبيرة شوية علشان ترمي معانا عدد كبير. يعني الفرخة دي 2 كيلو وربع او 2 كيلو ونص على حسب ما انت عاوزة. ولو حتى هتعمليها صغيرة بتبتدي ان انت تقطعيها على حسب العدد بتاع اسرتك. ببتدي كده اجيب الفرخة وبعد ما غسلتها كويس جدا ببتدي ان انا اقسمها على 2 كده من عند الورك، وبعد كده ببتدي ان انا اقسم برضو الصدر على 2 زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بجيب كل جزء من الصدر اللي انا قطعته وببتدي ان انا اقسمه برضو على 2 زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب طبق او بوله وابتدي ان انا احط فيها قطع الفراخ عشان هعمل لها كده اغسلها كويس جدا من جوه بالملح والليمون، هتنزل كل الزفاره بتاعتها. الجزء التاني من الفراخ برضو وابتدي ان انا اقسمه على 2 وابتدي ان انا اقطعه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا احط معلقه من الملح وعصرة ليمونة او 2 وابتدي ان انا افرك بايدي الفراخ كويس جدا عشان كل زفارة الفراخ تنزل معايا كده وتبقى الفراخ عندي زي الفل. هفركها كده كويس جدا عشان التتبيل او الملح يخش في كل انسجة الفراخ. وبعد كده ببتدي ان انا اشطفها واحطها في مصفى او على فوطه لحد لما تنشف تماما وتنزل كل الميه اللي فيها. لازم الخطوه دي كويس جدا. بعد كده ببتدي ان انا احضر التتبيله لكل فرخه كده. بجيب لها 3 حبات من الطماطم بقطعهم على 4، عليهم بصلايه كبيره، وابتدي ان انا احط المكون الخطير ده معلقتين من العسل الاسود بيديها اللون الخطير زي اللي بتشتريه من بره. بحط بقى من كل حاجه من التوابل نص معلقه، نص معلقه كاري، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، فلفل اسود، معلقه صغيره من الملح. هحط كمان حبه من الفلفل الاسود، نص معلقه. بضرب المكونات دي كويس جدا. ممكن كمان تحطي فلفل حار او كوبي. بضربهم في الكبه كويس جدا لحد لما تبقى ناعمه كده. وبعد كده بنزل عليها بالفراخ بعد ما تصفت الميه بتاعتها ونشفت تماما، وبغلفها كده بالتتبيله دي. وبعد كده بغطيها واستحسن تسيبيها من بالليل، هتديكي طراوه خطيره ومش هتاخد معاكي سوا تماما في الفرن. ممكن تعمليها قبلها بساعتين او 3 وكل ما تسيبيها بتبقى احسن. بعد كده بجيب الصاج بتاع الفرن اللي انتوا عارفينه، بحط عليه ورق فويل، وبعد كده بحط عليه كوبايتين من الميه، وبعد كده بحط عليه بقى بفرشه كده بقطع او شرايح الليمون وورق اللورة كده 5 6 وحدات من ورق اللورة. وبجيب الشبك برضو بتاع الفرن بتاعي وابتدي ان انا ادهنه كده بالزيت عشان يديني التضليعات كده في قطع الفراخ. قطع الفراخ كده شربت من التتبيله كويس جدا. ببتدي ان انا ارص على الشبك كده قطع الفراخ اللي انا تبلتها معاكم. بجد شايفين لون التتبيله خطير وريحتها كده تجنن. بعد كده بحط عليه بقى ورق فويل. بقى الاول بحط التتبيله من فوق كده فوق قطع الفراخ بقيه التتبيله، وبغلفها بالورق الزبده الاول ورق الفويل. طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 200 علشان تستوي معايا الفراخ. الرف اللي فيه ميه، الصاج اللي فيه ميه بحطه اقرب حاجه للفرن من تحت، وفوقيه على طول الرف الشبك اللي فيه قطع الفراخ. وبغلفها كويس جدا وبسيبها لمده ساعه في الفرن. قبل ما يتعمل معايا الفراخ بحضر الرز. بجيب حله وبحط فيها 3 معالق كبار من الزيت، وبقطع كده بصلايه كبيره قطع صغيره. اول ما تاخد كده لون ذهبي بحط عليها كوبايه من الخضار، اي نوع خضار تفضليه، بسله وجزر. وبعد كده بتبلها نفس التتبيله اللي حطيتها في الفراخ، بحطها وبزود عليها نص معلقه من الكركم. وبعد كده بحط المعيار الميه بتاعي واسيبها تغلي. اول ما تخش في الغليان بكون غسله الرز كويس جدا ومصفياه من الميه. رز بسمتي او رز مصري، انا مستخدمه رز مصري حلو جدا. وبعير الميه بتاعتي وبعد كده بغطيها وبسيب الرز يستوي معايا كده. بعد مرور ساعه ببتدي ان انا اشيل ورق الفويل وورق الزبده وابتدي ان انا احطها تحت الشوايه كده دقيقه. والرز معايا مفلفل وتحفه زي ما انتم شايفين كده خطير. والفراخ كمان استوت معايا زي ما انتم شايفين لونها خطير وريحتها كده تجنن. العسل الاسود بيدي لون للحوم خطير خطير زي كده بديل دبس الرمان. بغرف كده الرز
وفي نفس الوقت بحط عليه قطع الفراخ. شايفين التضليعه بتاعت هوريها لكم كمان، الفراخ موجوده على قطع الفراخ، وريحه الفراخ تجنن بجد خطيره. والفراخ كده دايبه دوب زي ما انتم شايفين كده. وتعملي اي كميه فراخ انت حباها هتستوى معاكي بالتتبيله دي، وكل ما تسيبي التتبيله هتديكي طعم وذوبان خطير. جربوا الفكره والتتبيله ان شاء الله هتعجبكم. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.